أنا والد الطفل محمود ناصر علي، مقيم إحدى قرى تبع محافظة الفيوم. لفيت بابني فترة طويلة تقريبا سنة وأنا ألف بيه على الدكاترة، لحد ما أولاد الحلال دلوني قالوا لي مالكش إلا مستشفى 57. فرحت 57، فمجرد ما دخلت المستشفى بسم الله ما شاء الله عليها يعني، فبقول للاخت اللي قاعده بقول لها طب انا هدفع فلوس قد ايه؟ يعني حسب المستشفيات اللي متعود عليها بره ادفع تحت الحساب وكده. فبتقول لي يا استاذ ما فيش اي فلوس بتدفعها هنا خالص. فما كنتش مصدق صدقا، والله ما كنت مصدق ان الخير ده في بلدنا، والخير ان في ناس اهل خير لغايه الان. فبدات ابكي ومش مصدق ان انا كنت اول خطوه حاسبها لعلاج ابني الفلوس. فلقيت اول حاجه اتحلت هي مشكله الفلوس، زائد بسم الله ما شاء الله الامكانيات والمعامله، والناس اللي هنا كلهم مشكورين الله يجزيهم الخير. فما كنتش مصدق حقيقي ان هنا المستشفى ببلاش، لغايه لما دخل ابني واتقطع له اللي هو التذكره واتعمل له ملف كامل ودخل واتحجز، واكله واقامه كانت والدته مقيمه معاه هنا، والحمد لله رعايه تامه ما فيش اي مشكله ولا اي حاجه. فطبعا لولا الله سبحانه وتعالى اول كل شيء ومساعده الناس الطيبه انا ما كنتش قدرت اعالج ابني، ولا الاطفال اللي جوه ديت قدرت تتعالج. تقريبا لحد الان يعني حسب الجرعات اللي انا بسال عليها او كده ابني صرف فوق 150,000 جنيه. طب انا انسان بسيط ما بشتغلش مع ولا موظف ولا عندي ارض ولا عندي اي عقار عشان اجيب 150,000 اعالج بيه طفل. فده طبعا بفضل الله تعالى اولا، ثم الناس الطيبه، الناس اللي بتساهم من جنيه ل1000، كل الناس ولاد الطيبين دول. وهذا الانجاز اللي هو ده يعتبر الهرم الرابع في مصر، الهرم الرابع يعتبر من عجائب الدنيا. كنا نسمع عن اللي سرقوا الفلوس وهربوا واللي عملوا، عمر ما كنا سمعنا على الخير ده. فالحاجه دي لازم تظهر ونقول ان مصر طيبه وفيها اولاد حلال وفيها الخير، وكما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الخير فيه وفي امتي حتى يوم الدين. وهو ده الخير اللي بيبين لاهل الناس والاهل الطيبه ان في مصر فيها خير، ومصر فيها خير والخير هو موجود، ولازم العالم كله يعرف ان الخير ده في مصر موجود. وعالج اطفال البسطاء الناس كتيره. حتى ابني هنا كان هو محجوز، كان في غرفه محجوز بيها طفل قبط مسيحي هو. والله العظيم عشان نعرف الناس برضو ان مفيش مسلم ومسيحي وغني وفقير. الولد كان بيحبه لغايه كنا بنروح يقول يا بابا انا عايز اشوف الفريد. وناس كويسين جدا، وبنقول للناس كلها ان مفيش اي فرق هنا، لا انا دخلت بواسطه ولا معرف الدكتور ولا دكتوره ولا ليا واحد قريبي في الوزراء ولا هنا ولا هنا. انا دخلت كده باهل الخير من على البوابه لحد ما دخلت جوه. معامله طيبه ومعامله جيده، وبقالي اكتر تقريبا من شهر 6 يعني حوالي سنه وشهرين اهوت، والحمد لله رب العالمين معامله جيده ومش ناقصنا اي شيء. ونشكر اهل الخير ويا رب يخليهم لنا يا رب ويدوم فيهم الصحه والعافيه يا رب.